السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا معايا فواكه من الفواكه الغريبة في العالم كله. اول حاجة دي كده، معرفش عندكم منها ولا لا. بيبقى لونها اسود كده، ولو دوستوا عليها بتعمل لون في الايد. بصوا، شايفين؟ ديت بالتايلاندي اسمها مانخوت. جواها بيبقى فيها فاكهة كده لونها ابيض. وبصوا تحت في وردة كده. الوردة اللي تحت دي عددها نفس العدد الفاكهة اللي جوه. هفتحها لكم وأوريها لكم. هي ليها اسم تاني، اسم اللي هو الأصل بتاعها، اللي هو الإنجليزي بندهولهم، يعني اسمه مانجوستين. دي من جوه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنا في واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وردة. هنا كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، أهو بصوا، هي نفس العدد اللي هو في الوردة هنا، ونفس اسم اللحم اللي جوه فيها. دلوقتي بقى هدوق طعمها وأقول لكم طعمها عامل ازاي. مم. مسكرة ومقرمشة شوية، وليها طعم اللي هو البيو ده شوية. طعم البيو، طعم زي الليمون كده. حلو. جميلة، لو جربتوها تعجبكم أوي. هناخد تاني واحدة يعني. تعالوا نعد الأول. بصوا، هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى اللحم اللي جوه فيه ستة. هما طلعوا ستة أهو. بصوا، نفس العدد بتاع الورد. بص، ده شكل اللحم اللي جوه بتاعنا. شايفين؟ لونه أبيض. اللي بياكل ياخد باله عشان بيبقى فيها بذر كمان. بس اللي هو بيبقى بص صغير كده ما فيهوش بذر. طعمها حلو أوي. ولازم تاخدوا بالكم من القشر بتاعها. القشر بتاعها ده بيبقع، بيعمل لون في اللبس. لو جه على اللبس بيلزق في اللبس عندنا. كده خلاص خلصنا المانجو ستيم، ولا اللي بالتايلاند اسمها منقود. ندخل على الفاكهة التانية بقى. هي دي الفاكهة التانية. دي اسمها فرع بالتايلاند، اسمها فرع. في مصر في الشكل ده بس اسمها جوافة. بس اللي في مصر لونها لون تاني وطرية. هنا دي ناشفة. افتحها لكم وتشوفوا من جوه. بصوا، دي كده من جواها. بس دي بتبقى ناشفة، بس طعمها حلو برضه. في اللي هي بتبقى لو استوت بتبقى مسكرة، لو لسه مستوتش تبقى مرة. مم. دي لسه ما استوتش أوي، يعني لسه ناشفة. مسكرة شوية بس. عايزة تقعد تاني كذا يوم يعني.
لسه ما استوتش أوي. إمم، حلوة. إمم، هنا بقى مش دي باقول لكم لازم تقعد تاني شوية عشان تبقى مسكّرة أكتر من كده. هنا بقى اللي بيحبّوا ياكلوا الفواكه لسه مش مستوية أوي يعني، فبيعملوا لها خلطة، بيعملوا لها خلطة بالملح والفلفل اللي هو الشطة، بودرة الشطة اسمه إيه ده، مرقة الدجاج، المرقة اللي هي البودر اللي هي بيعملوا بيها الشوربة وكده، وسُكّر، بيعملوها خلطة على بعض ويحطّوا فيها وياكلوا، بتبقى طعمها حلو. حتى المانجو بياكلوها وهي لسه خضرا يعني، مش بيستنوها تستوي الأول. صح. على فكرة دي كمان في نوع تاني من جوّاها بيبقى لون أحمر، وفي كمان عارفين نفس ديّة بس نفس الفراولة دي بس فرنشا بواي، اسمه فرنشا بواي، يعني جايبينه حاطينه مخلّينه بطريقة يعني طعمها حلو، بتبقى مسكّرة أوي، من برّه كده بيبقى لونه أخضر، يعني بيخلّلوه يعني، بيخلّوه طعمه يبقى مسكّر أكتر. حتى المانجو هنا بيخلّلوها برضه، ليهم طريقة بيخلّلوها والّا بيبقى نفس دي؟ في كذا طريقة يعني بيخلّلوا بيها الفواكه. ودي كمان بيبقى ليها في نوع لونه أحمر من الداخل بيبقى طبيعي يعني. إمم، نسيت أقول لكم، دي عندنا اللي هي المنخوط ديّة اسمها الملكة بتاعة الفواكه، دي الملكة بتاعة الفواكه والدوريان الملك بتاع الفواكه. دي بيقولوا عليها يعني فواكه ساقعة، بيبقى في فواكه ساقعة وفواكه سخنة، الدوريان كده بيبقى فواكه سخنة، لمّا بتاكلها بتحس يعني جسمك بيبقى حَر كده، بس دي بتاكلها بتحس إن لسه جسمك بيبقى ساقع يعني الهوا بيبقى ساقع، يعني دي الفواكه الساقعة والدوريان فواكه الحَر. ندخل بقى على النوع التالت اللي هي دي، شكلها عامل زي التفاح بس اسمعوا جواها زي فيه خرم كده، زي التفاح بس ناشفة. بصوا معرفش في عندكم ولا لأ. دي اسمها السعوارات التايلاندي. استنى أروح أجيب معلقة عشان دي لازم تتاكل بمعلقة. جبت المعلقة، تعالوا أوريكم ليه لازم تستخدم المعلقة عشان ناكلها. بصوا جواها بيبقى عبارة عن بذر كده وفيها شوية لحم يعني فوق البذر نفسها يعني. استنى أطلعها لكم بالمعلقة وتشوفوا. بصوا شايفين؟ تعالى بقى ندوقها. مم. ليها ريحة كده، لما بتاكلها في ريحة كده بتطلع في المناخير، وطعمها بيور ديت معظم كلها طعمها بيور مفيش طعم مسكر. بيور دي طعمها زي يعني الليمون يعني، وليها ريحة حلوة. بصي، طعمها حلو، معظم بياخدوها يعملوا بيها عصير، بس لازم تاخدوا بالكم
مش نادخ يعني، ما تعدهاش يعني، اخد بلعبها على طول عشان البذر بتاعها ناشف. طعمها حلو يفتح واحدة تانية. بصوا طعمها حلو، انا بحب الفاكهة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلاص خلصت الفواكه اللي هي دلوقتي، وهبقى اجيب فواكه تانية اللي هي الغريبة واجرب افتحها لكم واكلها. فانتظروني بقى في الفيديوهات التانية. يلا دلوقتي مع السلامة.